اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن خطة رمضان 2024. الخطة دي انا مشيت عليها السنة اللي فاتت. انا عملت فيها بعض التعديلات البسيطة جدا، ولكن الخطة بتاعت السنة اللي فاتت كانت مجدية بصراحة. ف هنفذها وهكمل التحديثات فيها علشان اخلي رمضان ان شاء الله 2024 يبقى احسن من اللي فات على الاقل، واحاول ان انا ابقى شخصية منتجة برضو بنفس الانتاجية ويمكن اعلى من السنة اللي فاتت. حابة بس اقول حاجة بسيطة، ممكن الخطة اللي انا هقولها لكم دي تبقى مفيدة ليكم، ممكن تبقى مفيدة ليكم باستثناء نقطة او نقطتين، ممكن اللي فيها صعب يتم تنفيذه دلوقتي، ولكن حطوا في هدفكم او في بالكم ان ممكن يتم تنفيذه السنة الجاية او اللي بعدها. مش معنى ان في حاجة استصعبت عليا في يوم انها تبقى صعبة عليا طول حياتي، بالعكس هو الموضوع بيجي مع التكرار والمحاولة. التدريب مهم برضو. اول نقطة وهي تدبر القرآن الكريم. انا ما بدخلش في السباقات اللي بتبقى معمولة في بداية رمضان، وان انا لازم اقرأ 3 اجزاء في اليوم علشان اختم على اخر الشهر 3 مرات وابقى عملت ختمة كل 10 ايام. اللي بيعمل الموضوع ده اصلا يا اما بيختم القرآن مرتين يا اما بيختمه مرة واحدة، لان انا داخله في سباق مش اكتر، ومع الوقت هزهق وهمل لاني طول السنه ما ابتديتش ابذل اي مجهود في ان انا اتدبر القرآن حتى. فهاجي في نص الشهر او يوم 10 في الشهر وابتدي اشوف نفسي زهقت. وده الطبيعي على فكرة، ان انا اصلا مش متعودة ان انا اعمل حاجة طول السنة، فجأة اتحطيت فيها وعمالة ببذل فيها مجهود 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 مجهود، هيجي المجهود ده في نص الشهر او في اول 10 ايام ويبتدي كله يقل. فمن هنا بتبتدي صعوبة القراءة. فانا ليه مختمش مرة واحدة في السنة او في الشهر زي ما تحبوا؟ انا عن نفسي بختم في السنة مرة واحدة، وكفيلة جدا ان هي تكون ادتني نوع من انواع الاستيعاب بكثرة، وان انا برضو تدبرت وفهمت المعاني بطريقتي انا. تعالوا اشرح لكم ايه هي الختمة بتاعتي من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي. الختمة بتاعت السنة اللي فاتت ابتديتها تقريبا من بعد رمضان، اللي هو اول عيد، اول ايام العيد، ومستمرة فيها لحد دلوقتي. انا دلوقتي في الجزء ال14 او ال16 مش فاكرة قوي يعني. انا بقرأ في اليوم صفحتين 2. في بداية رمضان ان شاء الله هبتدي ازود الصفحتين دول ل4 صفحات علشان بس احس باجواء رمضان، وان انا برضو ما تكسلش عن ان انا اعمل الختمة في ميعادها، لان ان شاء الله هبتدي ختمة جديدة من اول ايام العيد، علشان كده هكون خلصت الختمة بتاعتي في نهاية رمضان ده. يبقى انا في الختمة بقالي بالظبط سنة كاملة قرأت بتدبر بفهم بوعي، وزودت حاجة بسيطة ان انا كتبت كل الادعية اللي في القرآن من اول سورة البقرة، وان شاء الله ناوية اكمل لحد سورة الناس. فانا بتدبر بنية التدبر، بقرأ القرآن بنية التدبر، بنية الفهم والوعي، وبنية كتابة كل الادعية اللي في القرآن كلها في ورقة، علشان ان شاء الله ابتدي اقرأها في ليلة القدر. رقم 2 زيادة شحن الطاقة من المصدر الالهي. انا اتكلمت لكم عن موضوع شحن الطاقة ده كتير قوي، بس لما احس في رمضان ان انا عاوزة اتكلم كتير، وطبعا ده منهي عنه، ان احنا لازم نتكلم قليل او ما نتكلمش خالص خالص، ده يفضل. بس طبعا علشان الروتين اليومي بتاعنا وروتين الشغل وروتين الأسرة ممكن يكون في بعض الكلام، بس نخلي الكلام في حدود المعقول ضرورة جدا. غير كده ما نتدخلش او نحاول ندخل في نقاش، يا ريت نتجنب موضوع النقاشات دي خالص. وحاجة كمان، احس لو اول ما احس ان انا جعانة او عطشانة او عندي اي شعور من انواع الحاجات اللي انا كنت بعملها طبعا قبل رمضان، ابتدي ان انا اشحن من المصدر الالهي بنية سد فجوة الشيء اللي انا حاسة بيه او شعور اللي انا حاسة بيه. رقم 3 الاستغفار والتسبيح والحوقلة.
انا عملت لكل حاجة من دول وقت معين، هو لا يشترط وقت معين يعني للتسبيح، مع ان التسبيح بالذات له اوقات معينة، بيبقى في الصباح الساعة 6 في الصباح الباكر، ووقت شروق الشمس يعني وقت الغروب. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كل الكلام ده مذكور في أوقات التسبيح، لكن لو مش هنلتزم بالأوقات دي فنعمله في أي وقت عادي، المهم نعمل، أهم حاجة يعني. الاستغفار يبقى بعد كل صلاة. احنا عرفنا اوقات التسبيح، نحاول نبذل مجهود في ان احنا نسبح في التوقيتات اللي ربنا امرنا بيها. لو مش هنعرف في شروق الشمس فممكن في الغروب، اللي هو اثناء الغروب او ما قبل الغروب 10 دقايق نبقى مجهزين تايمر التليفون ونبتدي ان احنا نسبح في التوقيت ده بالذات. خلينا بقى للاستغفار بعد كل صلاة، نخلص الصلوات الخمس، وطبعا بنبقى فرشين المصلية ونبتدي نقعد 5 دقايق بعد كل صلاة. الموضوع ده هيفرق معانا جدا. والحوقلة واحنا بنعمل المهام البسيطة بتاعة اليوم، الانجازات كلها، الاكل، بنشتغل، نبتدي ان احنا نحوقل. ويا جماعة خدوا بالكم ان انتوا تبقوا مستشعرين الكلام اللي انتوا بتقولوه، ده مهم جدا، وده ما كانش في رمضان اللي فات بصراحة، ما كنتش بعمله، فانا كنت بعمله طول السنة وهبتدي ان شاء الله اعمله كمان في رمضان ده. الاستشعار مهم جدا جدا جدا. خلينا نستشعر كل حاجة بنعملها في حياتنا وان احنا نعملها بهدوء، مش بصربعة. ما بقاش عايزة اصلي عشان عايزة اخلص صلاة، او ما بقاش عاوزة استغفر عشان عاوزة اخلص استغفار. نحاول ان احنا نستشعر كل حاجة احنا بنعملها ونعملها بهدوء، ده مهم جدا. رقم 4 الصلاة على النبي. يمكن الموضوع ده ما كانش معايا برضو السنة اللي فاتت، وهبتدي ان شاء الله تدريجيا احطه في رمضان ده السنة دي، بنية برضو التفريج عن كل ما هو سلبي في اليوم وكل ما هو مناقشات، والتجنب على قد ما اقدر ان انا ادخل في اي مناقشة مع اي حد، وان انا استشعر كل الكلام، واستشعر ان احنا مأمورين ان احنا نصلي على النبي كتير. 5 دقايق برضو زي التسبيح والاستغفار، بس انا حبيت احط النقطة دي في ركن لوحدها علشان انا ما كنتش بعملها السنة اللي فاتت، وحابة برضو اديكوا مغزى ليها علشان تحطوها في القائمة بتاعتكم. نيجي بقى لقيام الليل او التراويح، ودي النقطة رقم 5. اللي ما يقدرش يقيم الليل بالتراويح، لان انا بصراحة مستمرة عليها بقالي لحد دلوقتي، اللهم لك الحمد، اكتر من 6 سنين انا بصلي التراويح كاملة كلها في المسجد. فاللي حابب ان هو يصلي التراويح يصلي، ولكن في ناس ما بتبقاش قادرة بسبب عبء الحياة اليومية والاستيقاظ مبكرا جدا علشان الشغل او علشان برضو البيت والمسؤولية. ممكن يقيموا الليل بأي طريقة هم حابينها، ممكن يقيموه بالصلاة برضو في البيت، أو حتى يقيموا الليل بالاستيقاظ وقراءة القرآن وتدبر القرآن واستشعار النعم، أو حتى الشكر وزيادة الامتنان لربنا إن هو أصلا مدينا بعض الإنتاجيات وكماليات الحياة في اليوم. نقيم الليل بالطريقة اللي احنا حابينها ما هو إلا اسم بالاستيقاظ. احنا عاوزين نستيقظ واحنا بنكون بنصلي او بنقرأ قرآن او حتى بنسبح وبنستغفر، بس عندنا اختيارات كتير قوي للاشياء اللي ممكن نعملها اثناء القيام، فاعملوا اللي انتوا عاوزينه. رقم 6 تجديد نوايا الصيام، وممكن نستثمر في النوايا، ما تبقاش نية واحدة، ممكن نحط 3 4. وما تنسوش برضو من تجديد النوايا. طبعا انتوا هتعملوا سيرش على جوجل هتلاقوا نوايا كتير جدا، خدوا فكرة اقرأوا. وما تنسوش في النوايا مهم جدا احنا ما كناش واخدين بالنا منه، الشفاء الذاتي وتقوية الخلايا الجسدية وتقوية جهاز المناعة، لان احنا محتاجين النية دي بالذات خلال السنين اللي جاية من عمرنا، وبسبب الأوبئة والكوارث اللي احنا عشناها السنين اللي فاتت. فحطوا في بالكم النية دي برضو لانها مهمة.
لحد هنا هيبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.